السلام عليكم واهلا بكم في قناه بيبا كورنر. فيديو تاع نهار اليوم ان شاء الله راح نحضر بسكوي غولي او سويس رول بطعم الشوكولا. راح نقدمه بطريقه جد سهله اقتصاديه بدون الكريمه السائله. راح تشوفوا مكوناته جد بسيطه وطعمه روعه، ننصحكم تجربوه. لكن قبل ما نتكلم على الطريقه والمقادير، ما تنساوش البنات الاشتراك في القناه والضغط على الجرس حتى يوصلكم كل جديد. دعمكم اكيد راح يشجعني. نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونبدا في المقادير. بالنسبه لطريقه تحضير الكاناش، راح نعمل كاناش جد اقتصاديه وصدقوني طعمها رائع رائع، ننصحكم تجربوها. اول حاجه هنا عندنا 200 غرام من الشوكولا. انا استعملت شوكولا نوار، شوكولا سوداء. عندي تقريبا 60 غرام من الزبده، ما يقارب ملعقتين كبار من الزبده. عندي نص كاس من الحليب اللي هو تقريبا 100 غرام. هنايا انا استعملت هاد الشيكولا، هذا النوع كان فيها 250 غرام. هنا استعملت 200 غرام وهنا خليت 50 غرام. راح نحتاجها بعدين حتى نزين بها الغولي تاعنا تاع الشوكولا. هنا اول حاجه راح ندوب الشوكولا تاعي ونرجع. بعد ما ندوب الشوكولا تماما، يا اما في ان باماغي او حمام مريم، نضيف لها الكميه تاع الزبده ونحركها وهي سخونه حتى الزبده تاعنا تذوب بهذه الطريقه. وفي هذه المرحله نروح نضيف كميه الحليب. هنا مثل ما قلت لكم ضفت تقريبا نص كاس من الحليب، ونرجع نخلط وندمج كل هذه المكونات بهذا الشكل. هذه هي الشوكولا تاعنا او لا غاناش. هنا طبعا لازم نغطيها ببلاستيك غذائي بهذه الطريقه ونخليها على جنب لغايه ما تبرد تماما وتتماسك، يعني نخليها في اي ركن في المطبخ من غير ما نحطها في الثلاجه، نخليها تتماسك وبعدها نروح نرجع لها ان شاء الله. في هذه المرحلة نحضر لاجينواز تاعي. هنا عندي 4 حبات بيض لازم يكونوا على درجة حرارة الغرفة. عندي هنايا نص كاس من السكر ما يعادل 120 غرام. أول حاجة نعملها طبعا هنا راح نفصل الصفار على البياض بهذه الطريقة. بالنسبة للناس اللي يحبوا يعني يعملوا جينواز ويحطوا البيض كامل، ممكن وتكون يعني حتستحصلوا على نتيجة جيدة. لكن أنا هذه المرة كنت حابة نفصل البياض على الصفار. هنا في هذه المرحلة بعد ما فصلتهم نبدأ نضيف كمية السكر بطريقة تدريجية على البياض، ونضربها مضرب طبعا بالمضرب الكهربائي بهذه الطريقة حتى نتحصل على المنقار. شوفوا هذا هو المنقار. هنا البيض تاعنا راهو جاهز. نرجع للصفار. هنا ضفت له ملعقة صغيرة من الفانيليا ونرجع نخلطه حتى اللون تاعو يتغير. شوفوا حتى اللون تاعو يرجع فاتح. بعدها واش نعمل؟ نضيف هذاك الصفار للبياض. هنا النقطة الجد مهمة، لازم نحركهم بطريقة يعني مستمرة من الفوق للتحت، ما لازمش نخلطهم بطريقة عشوائية. لازم نعمل هذه الحركة من الفوق للتحت حتى نتأكد أن الصفار تاعنا اندمج تماما مع البياض بهذه الطريقة. وبعدها راح نضيف الطحين او لافارين تاعنا. انا هنايا استعملت 220 غرام لافارين. طبعا لازم نغربلها. وعندي ملعقه صغيره من البيكنج باودر او لا ليفير ما يعادل 7 غرامات. نغربلهم نغربل الطحين ولا ليفير البيكنج باودر ونضيفها للخليط تاعنا ونعمل نفس الحركه. لازم ما نحركش بطريقه عشوائيه، هذه النقطه جد مهمه. نحرك من تحت لفوق من تحت للفوق حتى نتأكد انه الطحين تاعنا اندمج تماما مع الخليط. هنا العجينة الجينواز تاعي راهي جاهزة. طبعا ناخد الصحن تاعنا نحط عليه ورق طهي. اللي مش متوفر عنده ورق طهي طبعا لازم يدهنه بشوية زبدة ولا فارين، ونحاول نوزعه ونسطحه بطريقة جيدة. طبعا لازم نكونوا مسخنين الفرن مسبقا على درجة حرارة 180. ونحط يعني الجينواز تاعي مش حتاخد اكتر من 10 دقائق. اول ما نحس الاطراف ابتدت تاخد لون نطفي عليه ونشعل الشواية من الفوق
حتى تاخد اللون الذهبي. هنا نخليها تبرد شويه قبل ما نقلبها، حتى الوجه ما يلصقش في الورق الطهي تاعي. وفي هذه المرحله نبدا نلويها بهذا الشكل، يعني راح تتلون بكل سهوله، ونخليها على جنب. بعدها نرجع للقاناش تاعنا. بعد شوفوا راح نشوفوها تكون تماسكت. هنا اتماسكت، واش نعمل؟ نروح نضربها في المضرب الكهربائي حتى القوام تاعها يرجع مثل الكريمه. صدقوني ننصحكم تجربوا هاد لاكاناش، مثل ما شفتوا جد اقتصاديه وسهله وناجحه وطعمها رائع. وبعدها هذه هي النتيجه. لاكاناش تاعنا راهي جاهزه. شوفوا القوام تاعها اللي نتحصل عليه. في هذه المرحله نرجع للغولة تاعي، نرجع نفتحه. هنايا معليش نسمحكم لازم نشربوه. المقطع كان راح يعني ما لقيتوش في المونتاج، لكن لازم نشربوه يا اما بالحليب يا اما بالشربات، او حتى بقهوه سريعه الذوبان عفوا. نشرب كولاجين تاعي، وبعدها نبدا نحشيها بالغاناش تاعنا اللي كنا حضرناها مسبقا مع بعض. هنا بعد ما حشيت الغولي تاعي نخلي كميه صغيره من الغاناش على جنب، راح تشوفوا حنحتاجها في التزيين. ونرجع نغلق كل الغولي تاعي. هنايا راح يعني نغلقه بالبلاستيك غذائي. قبل ما نغلقه ننزع الاطراف لانه تكون ناشفه، يعني حتى نسوي الغولة تاعي ونغطي ونلوي كل الغولة تاعنا بالبلاستيك غذائي بهذه الطريقة، ونحطه في الثلاجة لمدة بين نص ساعة الى غاية ساعة. وهنايا بعد ما ذوبت كمية يعني تقريبا 20 غرام او 50 غرام من الشوكولا اللي كنا خليناها على جنب في الاول، نذوبها ونحطها بين قطعتين من الورق الطهي، ونحاول نسطحها بهذه الطريقة. شوفوا لازم نتحصل على يعني طبقة رقيقة من الشوكولا. هاد المرحلة رانا نستعملوها حتى نزين به الغولة تاعي. ونرجع نغلق الشوكولا بهذا الشكل ونحطها في الثلاجة لمدة 4 ساعة وتكون جاهزة. هنا نرجع للغولة تاعي بعد ما طلعته من الثلاجة. بعد انا خليته تقريبا نص ساعة. نفتح وننزع كل هذاك البلاستيك الغذائي ونحط الغولي في طبق التقديم. وهنايا نبدا في التزيين. الكاناش الكميه الصغيره اللي خليناها تاع الكاناش نروح نغطي بها كل الغوله تاعي بهذا الشكل. وبعدها نرجع ناخد الشوكولا اللي كنا سطحناها في ورق الطهي. راح تشوفوا النتيجه. هنايا هاد القطع تاع الشوكولا راح نستعملها في التزيين، يعني طريقه جد سهله للتزيين. راح تشوفوا تديها شكل رائع وجد راقي، يعني بطريقه سهله. نحط كل هذوك القطع تاع الشوكولا على وجه الغولي بهذا الشكل. وبعدها ناخد السكر ناعم او سكر بودر ونرش على كل الغولة تاعي. وبهذه الطريقة الغولي تاعنا بدوق الشوكولا او سويس رول بدوق شوكولا راهو جاهز. حضرناه بطريقة جد سهلة اقتصادية سريعة، وصدقوني طعمه روعة. ننصحكم تجربوه. انا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، وان شاء الله نتلاقاو فيديوهات واحد اخرين. يلا مع السلامة، باي باي.